السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل والورد والياسمين، جمعة طيبة عليكم. يلا بقى جدعانوا كده، ما عادش غير اسبوعين اتنين وداخل علينا شهر رمضان الكريم. يلا كده انزلوا لي حطوا لي كومنت حلو، وحطوا اللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد من قناة وفاء خالد. طب انت هتعملي ايه بقى النهارده؟ هنعمل بقى غدا الجمعة يا سيدي، بقى على يوم الجمعة في مصر ما اقولكوش. يلا بينا نعمل شوربة خضار. معايا كوساية وجزرتين وبطاطستين وبصلاية وطماطماية وتمن كيلو من البسلة. يلا نغسلهم ونقشرهم، ونيجي كده على القطاعة ونيجي مقطعينهم. اقسمي الجزراية بتاعتك كده نصين وقطعيها سمك المكعب 3 سنتي، والكوسة كمثل يا سيدي. الألوان الحلوة كده حطيها في معلقة سمنة بلدي ومعلقة زيت، واشربي أجمل طبق شوربة كده، يعني صحي كده، حاجة كده طعمها هتداوي المريض. من الحاجات الندمانة إني مجربتهاش من صغري، هي شوربة الخضار دي حاجة صحية كده، وطعمها حاجة صافية كده وحلو. احنا بقى عايزين نعمل شوية شوربة كده من غير التوابل الكتيرة والحاجات الكتيرة. عايزين نعمل الشوربة بتاع زمان كده، بتاعت أمهاتنا، الشوربة الصافية اللي هي فيها فلفل أسود والكمون ورقتين اللورا والبصل والثوم، الحاجة البسيطة، الحاجة الصحية. قطعنا الكوسة والبطاطس وقطعنا الطماطم، وقطعت البصل كده تقطيع صغير بالسكينة، بلاش نبشره، تقطيع كده بالسكينة. عايزين حاجات بتاعتنا كده تكون فريش كده ومتشوحة يا سيدي، بقى على الألوان الحلو اللهم بارك. البسلة كده كانت فكت، حطيت البصل وراه البسلة، طماطم، بطاطس، جزر، كوسة. ايوه. هنا بقى ميه اللحمه كانت خلاص غليت، ما بنحطش اللحمه بتاعتي غير لما تكون الميه بتغلي على اخرها. حطيت كام قطعه من الفرخه وكام قطعه من اللحمه كده، اللهم بارك. حاسه ان الحله الميه فيها زياده عنها، طيب هننقص الميه علشان ما تفرش على البوتاجاز. اول حاجه كده، انا هنا بحب اعمل الفيديو بتاعي يكون طبيعي، حتى لو في اي غلطات بحيث ان ايه، نتعلم من غلطنا. لو في حاجة مثلا حبيت ان هي هتديكي معلومة بسيطة، زي مثلا الشوربة ما ينفعش ان احنا نحط الطماطم والبصل اول ما نحط اللحمة، لا، لازم نسيبهم 10 دقايق، وبعد كده نلم الريم كله. بعد كده ننزل بالبصل وطماطم ورقة اللوري، فصين توم، ملح وفلفل اسود وكمون، وسيبيهم كده يغلوا مع نفسهم. ايوه. كل ده اللي فوق ده التوابل، احنا لمينا كل الريم بتاعنا وكل حاجة. نسيب الغطا مفتوح كده سيكة، بحيث ان الحلة ما تفرش منك على البوتاجاز. نيجي بقى هنا على شوربة الخضار، هنحط معلقة زيت ومعلقة سمنة بلدي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واول ما يسخنوا معانا ننزل معايا بالبصل والبسلة. شايفين الحلة كده سخنت خالص ومطلعة كمان دخان. هننزل بالبسلة مع البصل، احنا عايزين كده ايه، نشوحهم نتبلهم، المهم ان هما ياخدوا معايا تلت سوا. البصل هنا ما بنحمرهوش، البصل هنا بنتبله فقط لغير في شوربة الخضار. نزل قطعتين من الطماطم مفيش مشكلة، اهم حاجة ان انا شوحت البسلة كده، وتلات اربع فصوص توم نزلت بيهم مع الكوسة. البسلة سبتها 10 دقايق لوحدها، نزلت بقية المكونات كلها سوا، نزلت بالطماطم مع الكوسة مع البطاطس مع الجزر، ونشوحهم على نار عالية. لازم التشويح بتاع الخضار بتاعنا على نار عالية، ليه؟ عايزينهم يتشوحوا كده على السريع، وفي نفس الوقت ما يغيبوش على النار، عشان لما ننزل الشوربة تكون كل حباية كده محتفظة بشكلها معايا. بعد ما شوحتها ركنتها على جنب. هنعمل كده الأول الرز، معلقتين زيت، ومعايا نص كيس من الشعرية. ايوه. نسمي الله كده ونعمل شوية رز كده بالشعرية، رز كده مفلفل وحلو. هنحمر الشعرية بتاعتنا كده لحد ما توصل للون ده. شايفين اللون؟ ايوه. في الوقت ده بقى انا غسلة الرز، نجيب بقى الرز بتاعنا ونشوحه معايا بالشعرية بالزيت كده. عايزين حباية الرز كده تكون متغلفة وحلو، وننفض الرز عشان ما يبقاش فيه كتير واقع في المصفى، خلوا بالكم الحاجة غالية. ننزل بقى معايا بالملح ونشوح بقى شمال ويمين. مش عايزين حباية الرز كده تكون ايه متسابة، عايزينها كله يتغلف بالسخونية من الشعرية والزيت، هتلاقي طعمه معاك مظبوط. في الوقت ده انا كنت غالية مية سخنة. بعد ما بنشوح الرز بتاعنا وصلنا له للدرجة دي من السخونية،
اوعي تزودي بمية ساقعة، لا زودي بمية تكون بتغلي، هتساعد معاكي على وقت السوى يكون اقل. شايفين الرز بيغلي اصلا من قبل ما نقلبه. زودت شوية مية كمان. المهم ان احنا نغطي الرز بتاعنا. طب لو الرز بتاعك يعني اول نوع تستخدميه، في نوع انت متعودة عليه وفي نوع لسه جديد، زودته زي معيار اللي هو الاساسي اللي انا متعودة عليه، وبعد شوية وانا بقلبه حسيت ان هو هيحتاج حاجة، انا في الطبيعي بغطي الرز معايا كده. لو لقيته محتاج حاجة هنوريكم هنعمل فيه ايه. بعد ما تشوحي لازم تضوجي الحدق بتاعك، محتاج ملح هتزودي الملح بتاعك. بعد كده هنغطي على الرز بتاعنا على نار عالية أول 5 دقايق، وبعد كده على نار هادية بنقلب كده بشوكة. واحنا بنقلب بنبقى عارفين ان الرز بتاعنا ده يعني خلاص قرب يستوي ولا هيحتاج تزويد تاني. طب هو كده طعمه تمام ولا لسه؟ فاهمين؟ قلبته هنا فهنحط معايا كيسة. بعد ما حطيت كيسة أول 10 دقايق تمام، هنرجع تاني وندوق. كل ده على نار هادية خالص. لقيته لسه عايز سوا، بنحط كبشة من الشوربة كده عادي خالص. ولو لقيت حتة لحمة كليها برضو بألف هنا وشفا. ما هي اللحمة لحمتنا طبعا، يعني ما احنا بندوق حاجة وجاتلك يعني. خلاص بقى كده الرز بتاعنا استوى. ونرجع تاني نسوي معايا شوربة الخضار. حطيت كام كبشة كده من الشوربة نغطيها ونسيبها تاخد وتدي غلوتين 3 كده على نار متوسطة. تمام تمام، حلو الكلام يا سيدي. الروايح بقى بتاعت شوربة الخضار والنكهة بتاعتها والطعم بتاعها نغطي عليها ونسيبها بقى كده على نار هادية. خلاص بعد ما استوت نص سوا هنغطي عليها وتستوي على نار هادية. يلا بقى نعمل شوية ملوخية كده حلوين. 3 كبشات من الشوربة ونص كيس من الملوخية. سبت الشوربة لما غلت، بعد كده نزلت بالملوخية وهي مجمدة. نطفي بقى النار كده ونفضل نقلب كده بإيه؟ بمضرب البيض، معلقة مضرب بيض، أي حاجة متوفرة عندك، المهم قلبي. نص معلقة من التوم المفروم أو 3 فصوص من التوم يا سيدي بقى. معلقة سمنة بلدي كده، وقلبي التوم كده ونقلب الملوخية في نفس الوقت. أول ما بتبدأ تفك معاكي كده خلاص بنولع على نار هادية. لقيتها فكت هاتيها على نار عالية وتعالي بسرعة قلب 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 قلب. ونحط ذرة من الكزبرة على التوم، وتشم بقى أجمل روايح معاكي لطشة الملوخية يا سيدي. اديله ادي. ونحط بقى الطشة أول الملوخية ما بتغلي نطفي النار على طول. خلاص كده قلبت اهي وغليت معانا. ننزل بقى معانا بالطشة الحلوة دي، التوم بالكزبرة بالروائح الحلوة، واديله ادي. ايه ده انا رحت فين؟ ايوه قلب 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 كل ده والنار طافيه. خلاص مادام قلبت معاكي ورفعت ما نعملش فيها اي حاجه تانية. جيب بقى مغرفه كده واديله يا سيدي. اللهم بارك. شويه ملوخيه كده طعمهم اللوز، يعني حاجه كده ريحه. هي مش زي مصر يعني ولا زي الفريش، بس احنا بنعيش يوم بتاع مصر كده. بقى السفره بتاعتنا المحترمه جهزت ما شاء الله. يقطع على العسل، قطعتين اللحمة وقطعتين الفراخ وحبة الرز، طبق الشوربة بتاع الخضار، واديله بقى. دولي بقى دعوة حلوة ان البرد يروح من عندي. ولو عجبكم الفيديو حط اللايك، ما عجبكوش اعملوا اشتراك. وكده اسيبكم في رعاية الله.